يجيبوا العملة ويقطعوها. ايه ده؟ ايه ده؟ ده انتوا لو مجزئين ناس كده تفكر لكم ازاي تنتقموا من المغرب مش هتعملوا كده، مش هيوصل معاكم الدرجة دي. انتوا بتجيبوا الافكار دي منين؟ والله العظيم ثلاثة انا ابتدأت اشك ان انتوا بتخشوا على مثلا يعني اي برنامج زي مثلا جيبش بتي، زي البرامج ان احنا بندردش معاها دي، بتدردشوا معاها ازاي ننتقم من المغرب، فهي اللي بتقترح عليكم الاقتراحات دي. ما هو مش معقولة واحد يكون طبيعي يجي في باله ان هو عشان ينتقم يقطع عملة المغرب. لا ومش بس ذلك يا جماعة، ده كمان يدوس على علم اللي المفروض يفتخر بيه، اللي المفروض يلبسه كشال يعني افتخارا واحتراما واقل ما فيها رد جميل للبلد اللي عاملكوا كأنكوا واحد. هي مصر دلوقتي في مراكش بتتعامل، جمهور مصر يا جماعة بيتعامل احسن معاملة. جمهور مصر خشوا على اي برامج من البرامج التانية هتلاقوا جمهور مصر طالعين بيشيدوا باستضافة المغرب وبجمال المغرب وبإبداع المغرب. العالم كله عينه على المغرب حاليا، العالم كله متجه انظاره الى المغرب. تونس خرجت، ولما خرجت ما سمعناهاش حس. منتخبات كبيرة وعريقة خرجت، ولما خرجت الصراحة ما سمعنا لهاش حس. إنما المغرب لما تتغلب من نيجيريا، لا أنا أصلا فوق ده المغرب، ده الجزائر. الجزائر لما تتغلب من نيجيريا، اللي كلنا عارفين ان نيجيريا كعبها عالي، وان كلنا طالعين دلوقتي بندعي بنقول يا رب يعني لما يبقى في مقابلة قادمة ما بين المغرب ونيجيريا يوم الأربعاء بنقول يا رب يا رب يا رب نيجيريا يبقى عندها مشاكل اليوم ده عشان نقدر المغرب تفوز عليها. يعني احنا بندعي للمغرب لاننا عارفين ان نيجيريا منتخب كبير وعريق، فانتوا طالما اتغلبتوا منه فيبقى منتخب لا كبير ولا عريق ولا نيله. انتوا يعني خسرتوا بسبب ان الناس يا عيني مضطهدينكم. يا حول ولا قوه الا بالله. لو يطلع علينا معاولك حافظ دراج يقول احنا كلنا عارفين ان دي كانت اخر مقابله لينا او كانت اخر مباراه لينا علشان خاطر المغرب كان خايف يقابلنا، فيقوم المغرب يعمل الكولسه دي عشان ما نقابلهوش. يا حلاوه! يعني المغرب ان من اول البطوله بيقابل منتخبات كبيره وعريقه هيخاف انت منك انت يا صعلوك؟ انا يا جماعه اسفه لللفظ بس المغرب من اول البطوله وهي بتقابل منتخبات كبيره، فهتقوم المغرب بقى حطاك في دماغها لدرجه ان هي هيسول لها نفسها ان هي تعمل لك حبه الشقلباظات دول عشان تخرجك، عشان ما ده احنا بالنسبه لنا اما انت تقابل المغرب هتحطك في سندوتش. اوكي، يعني احنا بالنسبه لنا نخاف من المغرب على نيجيريا مش منك انت. يعني احنا كان لمصلحتنا ان انت تخرج نيجيريا عشان نقابلك انت كضعيف. المباراه كانت هتخلص في الشوط الاول وسلام عليكم وعليكم السلام، كنا هنطلع منكم بعشر تجوان مرتاحين في الشوط الاول. احنا نخاف على المغرب من نيجيريا مش منك انت. ولا انتوا بتكذبوا الكذبه وتصدقوها؟ انتوا بتكذبوا الكذبه وتصدقوها. انا بصراحه مش قادره افهم دماغ جمهور الجزائر الصراحه، اللي كنت بطلع وما بغلط او بطلع اقول غلط في المنتخب الجزائري بقول ان جمهور الجزائر يا جماعه ملوش ذنب. يا جماعه جمهور الجزائر وقفوا جنبه. يا جماعه الشعب الجزائري شعب غلبان، طلعتوا زيكم زيهم شاربين كوبايه واحده زي ما بيقولوا. ولكن ده مش موضوعنا او موضوعنا وخلصناه. دلوقتي في مباراة يا جماعة مع مصر والسنغال يوم الاربعاء قبل مباراة المغرب. طبعا كلنا عارفين ان السنغال دي خرجت مصر قبل كده بفضيحة، وكلنا كنا بنطالب بإعادة المباراة، وكلنا كنا بنقول يا رب المباراة تتعاد لان مش كده، مش اللي هو خرجونا وخلاص. لا يا جماعة، كان في ظلم تحكيمي باين للعمة، كان في
واحد من الجماهير داخل ومصر ان هو يخرج مصر. يا جماعة بالله عليكم عايزين صوتنا يوصل علشان الفضيحة اللي حصلت في البطولة اللي فاتت ما تحدث تاني. يا جماعة الراجل اللي ربنا ينتقم منه بحق جاه النبي، اللي كان بيحط الليزر على اللعيبة عشان اللعيبة ما يقدروش يطلعوا بالكورة أو وفعلا خططوا الخطة ونجحت. فأرجوكوا صوتنا يوصل علشان خاطر الناس دي مترصدة لمصر في مباراة مصر والسنغال. نفس الاشخاص بيجهزوا شنطتهم وبيطلعوا على الطياره في الوقت اللي انا بكلمك فيه ده عشان ينفذوا الخطه اللي نفذوها في البطوله السابقه عشان يخرجوا مصر. وكلنا كنا بنقول ان المباراه هتتعاد لان كان في ظلم بين، وكان في ليزر، وكان في شماريخ، وكان في فضيحه بمعنى اصح. ما نقدرش نتغاضى عن الموال ده. على اقل ما فيها لو صوتنا وصل حتى وما قدروش يمنعوا الناس اللي عندها شماريخ او يعلنوا عقوبات لو الكاميرا جابت اي شخص من الاشخاص دي تاني ماشي وهي بتثبت ليزر على لعيبة مصر، يعني يتعلن عليها عقوبة فورية صارمة. يا جماعة المشكلة ان الكاميرات بتثبت ذلك في البطولة اللي فاتت وجايبة اشخاص بعينها. احنا ما بنتكلمش كلام وخلاص، ولو عايزنا اجيب لك صور هجيب لك صور. احنا ما بنتكلمش كلام وخلاص. فارجوكوا ارجعوا للصور القديمة وارجعوا للاشخاص اللي هي كانت مترصدة ان هي تخرج المنتخب المصري، واعرفوا الاشخاص دي وما تدخلوهاش المطار. يا جماعة احنا عايزين بطولة نظيفة. ما عندناش مانع ان مصر تخرج، وبرضه ما عندناش مانع ان مصر تتأهل وتقابل المغرب في النهائي، بس كله يبقى بشرف، كله يبقى بضمير، كله يبقى بشرف. انت ما ترضاش ان انت تتعب طول السنة وتيجي اخر السنة تضيع كل ده وتحس ان في حد مترصدك فينيمك نينا. هو احنا ما نرضاش. انا من اوائل الناس اللي كنت بهاجم مصر في اول البطولة وكنت بقول ان هي منتخب ضعيف، وان حسام حسن ده بيحب الشو وما بيصدق ان الكاميرا تيجي عليه ها بيفهمك او يحسسك ان هو مدرب ناجح ويعمل لك حركات بهلوانية كده يحسسك ان هو شغال مع الفرقة دي، مع اننا كلنا عارفين ان هو عكس ذلك. كلنا عارفين ان هو عكس ذلك وبيحب الكاميرا وبيحب الشو، وان المنتخب المصري في لوصوله للمباراة القادمة فهو ده بتعبه وبمجهوده، مش بحسام حسن اللي طلع وتطاول على المنتخب المغربي لا سمح الله. ده لا يخصنا اصلا، عشان بس ما يشوهش ليه نفسه بعد ما ينكسب مثلا او نلعب مثلا مع المغرب ونتاهل للنهائي هتسوي ليه نفسه ويحس ان هو يا انا هنا وانا هناك وانا الحديد التاني. لا مفيش الكلام ده. المنتخب المغربي وبالذات المنتخب المصري وبالذات محمد صلاح داخل البطوله دي وعينه فيها، داخل البطوله دي وعينه فيها.